يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي كمثل رجل أوقد نارا ثم أضاءت ما حوله ثم جعل الفراش يقعن فيه وهو يدفعهن ويحجزهن عن النار وهم يتدافعون. يقول: وأنا كمثل ذلك الرجل آخذ بحجزكم. الحجز مكان ما يربط الحزام عند خاصرة البطن، يعني يمسك النبي بحجزكم ويدفع الناس عن النار، يدفعهم خوفا على أمته. وإني آخذ بحجزكم يوم القيامة وأنتم تتفلتون مني. النبي يرى هذا المشهد، ثم يأتي النبي لما يرى مجموعة من أمة دخلت النار يتركهم حتى العصاة. والله إن حب النبي واجب ولا يقوم إيمان ولا تسلم عقيدة إلا بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسولكم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول: يا رب يا رب. الآن يسجد يطلب ربه في أهل النار، فيقول: فيحد الله لي حدا. وش معنى يحد لي حد؟ يعني يحدد لي إما عدد وإما أفعال، يعني من فعل كذا أخرجه، أو عدد مثلا 1000 ولا 100 كذا. فيحد الله لي حدا فيقول: يا محمد اذهب إليهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يقول: فأذهب وأطلعهم وأدخلهم الجنة، ثم أنظر إلى النار فأرى كوما أو عددا من أمتي فأسجد تحت العرش وأقول: يا رب يا رب أمتي أمتي. فيقول: فيحد الله لي حدا، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. يقول: حتى الرابعة 4 مرات، ثم يقول: أستحي من ربي أن أعود فأقول: يا ربي يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله: يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، أخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شعيرة من إيمان. يقول: فآتي إليهم وأخرجهم وأدخلهم الجنة، ثم أرجع مرة أخرى وأسجد وأقول: يا رب. فيقول الله جل وعلا: يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه حبة من إيمان. يقول: فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة. ثم يقول الله: يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخرجهم ولا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله. لا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله. فيقول الله: يا محمد هل رضيت؟ فيقول: نعم ربي رضيت. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا يرضى صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أغلب أمة بل كل من قال لا إله إلا الله الجنة. فأحبوه يا مدعي حب طه، لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا. خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. فلا إله إلا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.